أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. لعن الله الظالمين لهم والغاصبين لحقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا غريب وليس كمثله غريب يا مظلوم كربلاء. صلى الله عليك وعلى المستشهدين بين يديك يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. كيف تهنين الحياة وقلبي بعد قتل الطفوف دامي الجراح بأبي من شروا لقاء حسين بفراق النفوس والأرواح فوقوه بيض الضباب النحور البيض بالوجوه الصباح والنبل بالوجوه الصباح. فئة إن تعاور النقع ليلا أطلعوا في سماه شهب الرماح. وإذا غنت السيوف وطافت أكوس الموت وانتشى كل صاحي باعدوا بين قربهم والمواضي وجسوم الأعداء مع الأروايا يا حي أدركوا بالحسين أكبر عيد فغدوا فيه من الطفوف أضايا يا حي لست أنساه من بعدهم طود عز وأعاديه مثل سيل بطاحي صاحب صوت منه تجري العيون يبكي ابو علي من اصحابه صاحب صوت منه تجري العيون اصحابه وتمناهم ينهضون
لحالته ووحدته يشوفون ما لمعين حاطت به العدوان ما لمعين به حاطت العدوان. يا أصحاب الوفاء قوموا يا طيبين تركتوني وحيد شلون ترضون بقيت بس اليتامى والنساوين بدموع العين تنعاكم النسوان. يقول قامت تضطرب عالقاع ويلي جثثهم من سمعوا وليهم يندهلهم. اضطربت الأجساد أنا من سمعوا وليهم يندهلهم لو ما أمر الله أو من يدهم افزعوا الحسين وكان الموت لا صار. افزعوا الحسين وكان الموت لا صار. يقلهم جفاف الكدر يا أصحابي لو انكم مجفوف القدر يا أصحابي لو انكم تونون وروح توين لو انكم تنهضون وتشوفوني لو انكم تنهضون او تشوفوني لو انكم وحيد وحاطت العدوان بي وحيد وحاطت العدوان بي. لكن الأمر لله إنا لله وإنا إليه راجعون. من كلام لمولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام. إني لا أعلم أصحابا أوفى من أصحابي ولا أهل بيت أوفى وأبار من أهل بيتي. لقضاء الحوائج لشفاء المرضى لتعجيل الفرج شمولنا بخفي وألطاف وعنايتي مولانا صاحب العصر والزمان صلوا على محمد وآل محمد بأعلى الأصوات. الليلة نحن في رحاب أنصار سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. من الخصائص والصفات التي امتازوا بها أصحاب الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام هو أنه جزء من أصحاب الحسين عليه السلام هم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يشكل أيضاً للطرف الآخر
مو لأتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام. الطرف الآخر اللي يرفض ثورة الحسين ويشكك بنهضة سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين، يشكل جانب اهتمام بأن كثير ممن حضر في كربلاء واستشهد بين يدي الحسين عليه السلام هم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يؤيد حركة ونهضة وثورة سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام. ولهذا أول صفة من صفاتهم أنهم من أصحاب رسول الله، تاجوا بهذه الميزة. من أصحاب رسول الله من كان مع الحسين؟ هو مولانا حبيب بن مظاهر الأسدي. حبيب بن مظاهر الأسدي من أصحاب رسول الله، سمع حديثه واصطحب النبي وكان في زمان أمير المؤمنين وشارك في حروبه إلى أن وصل يوم كربلاء التحق بالحسين عليه السلام، ولعله في ليلة العاشر نمر على قضيته. لكن هذا الصحابي الجليل حبيب بن مظاهر الأسدي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يذكر صاحب كتاب أسد الغابة ابن أثير، يذكر في ترجمة حبيب بن مظاهر الأسدي، في ترجمة حبيب بن مظاهر الأسدي رضوان الله عليه يذكر هذا المعنى. يقول يوم من الأيام حبيب بن مظاهر يرى الحسين عليه السلام يمشي في شارع من شوارع المدينة، فبمجرد أن يرى الحسين عليه السلام يركض خلفه ويأخذ التراب من تحت قدمي الحسين عليه السلام، ويأخذ ويشم التراب ويقبل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرى ما يصنع حبيب، فالتفت إليه قائلا: يا حبيب إني أحبك حبين، لأجل حبين أحبك. شنو هالمحبة؟ محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واللي يحب النبي يعني شنو؟ يعني الله راح يحبه. قال: أحبك حبين، حبا لك وحبا لحبك لولد الحسين عليه السلام. ثم قال له: وإنك يا حبيب ستكون ممن يستشهد في ركاب ولد الحسين عليه السلام، تعذر في كربلاء. وبقى حبيب بن مظاهر بقى ينتظر هذا الأمر، ينتظر الوقت المناسب. متى؟ أمير المؤمنين أيضا أخبره بهذا المعنى، قال: يا حبيب، لأنه حبيب بن مظاهر كان من خيرة العلماء، عالم كان، وفي في أي باب من العلم عنده باع، كان في العلم الذي أمير المؤمنين أودعه لثلاثة من أصحابه حبيب بن مظاهر الأسدي، علم ما هو كائن وما سوف يكون على الإنسان، علم المنايا يسمونه والبلايا. حبيب بن مظاهر من أولئك الذي علمه رسول أمير المؤمنين عليه السلام. ولهذا قال أمير المؤمنين عليه السلام: إنك سوف تكون من الشهداء، تنال الشهادة. فبقي ينتظر هذا الأمر، هذا الوقت يمتى يكون، حتى صارت حروب أمير المؤمنين الثلاثة حضرهن. ما استشهد حبيب بن مظاهر، التفت إلى من؟ التفت إلى أمير المؤمنين: سيدي يا أبا الحسن، أنت خبرتني أنه سوف أكون شهيد، أكو شهادة أعظم من أن أكون شهيد بين يدي أمير المؤمنين أخ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال له: نعم، أنت سوف تكون شهيد بين يدي من الشهادة أعظم من الشهادة بين يدي وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا حبيب بن مظاهر من أصحاب رسول الله. جانب آخر أيها الأحبة من أصحاب رسول الله مسلم بن عوسجة. هذا مسلم بن عوسجة كان رجل عالم، شيخ كبير وكبير قومه. مسلم بن عوسجة رضوان الله عليه يقول: لما برز إلى الميدان
وقاتل قتال الأبطال وسقط على واهجة الرمضاء، يقول فرح القوم يعني جيش الأموي فرحوا فرح شديد لمقتلهم لمسلم بن عوسجة، فصاح أحدهم بهم وخرجت امرأة أو جارية لمسلم بن عوسجة تنادي ومسلما وابن عوسجتا، فقال ذاك الرجل قال ويلكم إنكم تفرحون بمقتل مسلم بن عوسجة، والله إني لقد شهدته في يوم كذا إحدى فتوحات الإسلام في فتح أذربيجان، رأيته قد قتل 6 من المشركين، 6 قبل أن تقتحم خيول المسلمين، وانتم فرحانين بمقتل مسلم بن عوسجة؟ ولله دره مسلم بن عوسجة. أنا قرأت بس هذا المعنى أن الحسين عليه السلام لما سقط مسلم بن عوسجة فجاء إليه ونعاه قال رحمك الله يا مسلم بن عوسجة، ثم قال الحسين فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. هذا الرجل أيضا صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بعد من أصحاب أبي عبد الله الحسين اللي يمتاز صفة شنو الولاء، ليس كما يقال أنه عثماني الهوى وهو زهير لقين أو لقين، المهم زهير البجلي، هذا الرجل العظيم كان من العلماء. هذا الرجل يقول كان خارج مع عائلته زوجته، يقول وكان الحسين قد خيم في أطراف، تدرون الحسين عليه السلام مر بمنازل كثيرة، منازل مثلا بني مقاتل، قصر بني مقاتل وغير ذلك. على أي حال يقول عرف أن هذه الخيمة بها منه زهير ابن القين البجلي، يقول عندها أرسل رسول خلف زهير بن القين قال الحسين يستدعيك. اجى الغلام أخبر أن الحسين يطلبك يدعوك. حبيبي قال الحسين يستدعيك. هنا يقول لما علم بالخبر أن الحسين يدعوه يقول أصابه الهجوع، يقول كأنما على رأسه الطير مولانا، كان كاره لعله أن يذهب إلى ركب أبي عبد الله الحسين عليه السلام. فيقول التفتت إلى زوجته قالت له يا زهير وعجبا ابن بنت رسول الله، ابن رسول الله يستدعيك يدعوك وأنت لا تذهب إليه. حرضته. هنا أخذته الغيرة. يقول ذهب إلى خيام أبي عبد الله الحسين، وصل إلى الحسين بعد السلام والتحية. الحسين ذكر بموقف، قال له يا زهير بن القين أتذكر يوم فتحتم ذاك المكان إحدى الفتوحات؟ زين، أتذكر يوم فتحتم فلان؟ قال له وسمعتم قول سلمان وأنتم فرحين بمن؟ فرحين بالغنائم كنتم. سمعتم قول سلمان المحمدي يكون أشد فرحا بنصرة ابن بنت رسول الله. ذكر بهالموقف. قال له نعم صحيح أبا عبد الله، ساعتها سمعنا سلمان هكذا خاطبنا. وفعلا قال له سيدي والآن ماذا تريد؟ قال له أدعوك لنصرتي، تجي وياي؟ قال له نعم سيدي، لكن دعني أذهب إلى عائلتي، صرح أهلي يروحون. قال له لك ذلك. اجى زهير بن القين وصل ويا مولانا إلى زوجته، قال لها يلا أنا راح أحول رحلي إلى رحل سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين، وأنتم رجعوا لأهلكم، خذي الأولاد وامشي. قالت له يا زهير أطلب منك طلب. قال لها طلبي.
أنت طول عمرك ما طلبت مني شيء، الآن ماذا تريدين؟ قالت له إذا وصلت إلى سيدي ومولاي الحسين فاقرأه عني السلام، وقل له سيدي ومولاي ادعو لي عند أمك فاطمة الزهراء عليها السلام. هذا الرجل من خيرة أصحاب أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. بعد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو أنس ابن الحارث. هذا الرجل الكاهلي أنس بن الحارث الكاهلي يقول كان شيخا كبيرا عمره ما يقارب 100 سنة، قريب 100 سنة. يقول خرج يوم عاشوراء، يوم استشهد به الحسين وأصحابه وأهل البيت عليهم السلام. يقول خرج يوم عاشوراء، يقول قد شد حاجبيه، زين، يقول وقد اتكأ على قوسه، يقول وشاد لشنو؟ شاد ظهره أيضا بشيء، يقول والسيف بيديه وقد اتكأ على القوس وهو يريد القتال بين يدي الحسين. يقول الحسين لما رآه بتلك الحالة عمره 100 سنة، قرابة 100 سنة، يقول بكى عليه، لكن بكاء الحسين مو شفقة عليه بل رحمة له. بهالعمر بهالعمر يذهب إلى المعركة بكل هالبسالة والشجاعة. الله يقول بكى لأجل الحسين عليه السلام. قال سيدي ومولاي أشهد الله، يعني يقسم بالله عز وجل، لقد رأيتك وأنت صغير في حجر جدك المصطفى صلى الله عليه وآله وهو يقبلك ويقول يا أنس إذا أدركت ولد الحسين فلا تقصر عن نصرته، وأنا لأجل هذا اليوم مدخر نفسي مجهز نفسي. قال جزاك الله عني خير الجزاء، وفعلا برز قاتل قتال الأبطال على كبر سن، قتل 17 واحد إلى أن خر على واهجة الرمضاء شهيدا. بعد إخواني من صفات أصحاب أبي عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام هم أنهم يمتازون بالوفاء. أهل الوفاء كانوا. شوفوا الحسين عليه السلام إيش قال أيها الأحبة؟ إني لا أعلم أصحابا أوفى من أصحابي. شلون الحسين كان في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأدرك أمير المؤمنين وشاف أصحاب أمير المؤمنين، شلون تعاملوا مع أمير المؤمنين بحروب الثلاثة، حتى جعلوا أمير المؤمنين يخطب ويقول في خطبته لقد كنت آمرا، أو كان أمير المؤمنين يأمر الناس وأصبحت مأمورا. أكو ناس تأمرني، كنت ناهيا أنهى الناس وأصبحت شنو؟ منهيا. تغيرت الموازين كلها. ولذلك الإمام يرى كان أصحاب أمير المؤمنين كيف يصنعون مع أمير المؤمنين، كيف يواجهونه. تعال للإمام الحسن أيضا، أدرك أصحاب الإمام الحسن. ذول أصحاب الحسن سووا بالإمام الحسن، يكتبون لمعاوية ابن أبي سفيان يا معاوية إذا شئت أن نسلمك الحسن مكتوف الأيدي سلمناك. ذول أصحاب بالله عليك. لكن تعال وانظر إلى أصحاب أبي عبد الله الحسين، والله يحتار العقل كيف يصف هؤلاء. شنه من شجاعة، شنه من وفاء، شنه من تضحية. أصحاب مبدأ كانوا. الحسين يقول اتخذوا هذا الليل جملا، زين، إن القوم يريدون قتلي أنا، زين، إذا ظفروا بي حصلوا على الحسين، زين، إذا ظفروا بي استغنوا عن غيري، امشوا أنتم في حلم بيعتي. واحد يقول له سيدي ومولاي يا أبا عبد الله كيف نذهب ونخليك؟ لا والله لا نتركك حتى نكون قد حفظنا غيبة رسول الله فيك يا أبا عبد الله.
الآخر شو يقول له؟ يقول له سيدي ومولاي أكلتني السباع إن تركتك. شنو من وفاء هذا؟ زين، أصحاب مبدأ كانوا. بعد أيها الأحبة الآخر يقول له سيدي لو أني أعلم أني أقتل، لو أني أعلم أقتل ثم أحرق ثم أذرى في الهواء ويصنع بي ذلك 70 مرة ما تركتك يا أبا عبد الله، ما راح أتركك سيدي يا أبا عبد الله. ذولا أصحاب الحسين. صفة من صفات أصحاب الحسين عليه السلام أنهم كانوا من حملة العلم، ما كانوا أناس عاديين أيها الأحبة، كانوا علماء. مثل من؟ مثل برير ابن خضير. هذا برير الهمداني يقول كان سيد القراء، سيد قراء مسجد الكوفة، كان شيخا كبيرا عالما فاضلا، وسيد قومه أيضا مثل مسلم بن عوسجة، سيد لقومه. كانت عندهم مكانة اجتماعية بين الناس، من عندهم شيوخ عشائر مثل حبيب بن مظاهر الأسدي، كان زعيم لعشيرته، شيخ عشيرته. عندهم كانت شنو حالة بالمجتمع، المجتمع يحترمهم يوقرهم. بعد أيها الأحبة من أصحاب سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين هو وهب. هذا وهب نصراني أيها الأحبة. الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام يقول في طريقة إلى كربلاء، يقول عطشوا أهل بيته عطشا شديدا، يقول شاف خيمة يقول وأمام الخيمة أكو امرأة عجوز واقفة على باب الخيمة، إجا سلم عليها، ردت عليه السلام، ردت عليه السلام. هنا الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام التفت إليها قال لها أمة الله عندك ماء؟ قالت لا ما عندنا ماء. قال لها من أين تأتون بالماء؟ من وين تجيبون الماء؟ قالت الواقع أنه عندي ولدي يذهب في الصباح ويجي العصر يجيب وياه ماء، ما أدري منين يجيب. تقول الرواية أنه الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام ضرب بسيفه أو خط بسيف الأرض وتمتم بشيء ودعا بدعاء لا يحجب عن السماء أبدا بل يصل إلى الله عز وجل. يقول وإذا بالماء خرج فسقى المرأة وأيضا سقى أهل البيت وأصحابه. هسه ممكن تقول لي الحسين عليه السلام هنا جاء بإعجاز، جاء الحسين عليه السلام بإعجاز بمعجزة. زين بيوم عاشوراء أو 3 أيام عطاشة هم كانوا، ليش الحسين عليه السلام ما أتى بمعجزة؟ الواقع أيها الأحبة كربلاء، واقعة كربلاء أخذت حيز شنو؟ حيز المصيبة. أرادوا أهل البيت عليهم السلام يعطونها جانب من جانب البكاء والدمعة والحسرة، حتى تكون شنو؟ أكثر واقعا، أكثر تقع في قلب الإنسان ويبقى أثرها. ولذلك العلامة الأميني يقول أخذت كربلاء، أخذت واقعة الطاف وقضية الحسين ها كثر مأخذ وبقت إلى هذه الساعة إلى يومنا الآن، لأن التأكيد على واقعة كربلاء بشيئين، يقول الدمعة ومجالس وذكر الحسين عليه السلام. وإلا قضية الغدير يقول العلامة الأميني لو الناس اهتموا بها أيضا مثل ما اهتموا بعاشوراء لما نسيت شنو؟ واقعة الغدير أبدا. ولذلك أيها الأحبة الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام لأجل ذلك أخرج معه شنو؟ عيال من النساء والأطفال. فقيل له يا أبا عبد الله أنت طالع زين، رجالك وياك نعم، لكن ما لنا نراك تحمل النساء. قال شاء الله أن يراهن سبايا. على أي حال يقول عندها الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام التفتت المرأة إلى وقالت له، المرأة العجوز أم وهب قالت له بالذي أعطاك هذه المعجزة من أنت؟ ما اسمك؟ اخبرني.
فقال يا أمة الله إذا جاء ولدك قولي له إن الذي أمرك به عيسى بن مريم باتباعه قد سار أمامك، مشي قبلك، اتجه بطريقه، فإذا شئت أن تسلم بين يديه تعال. يقولوا مشى الحسين، إجا الولد، وهب شاف أهله عندهم ماي، سأل أمه، قصت عليه القضية، قالت له شفت رجل كذا وكذا، ماذا قال لكم؟ قلت له سألته منو أنت؟ فأجابني قولي لولدك إذا جاء بأن الذي أمره عيسى بن مريم باتباعه قد سار إلى كربلاء، إذا يريد خلي يلتحق بيه. يقول عندها بكى ذلك الرجل وقال يا أماه يلا يا زوجتي تجهزنا. وين؟ قال أريد أن أذهب إلى نصرة سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين. يقول كان حديث الزواج، وهب النصراني حديث الزواج أول أيام زواجه. المهم يقول قالت له وما هذه الرؤيا؟ قالها رأيت رؤيا البارحة، رأيت نبينا عيسى بن مريم عليه أفضل الصلاة والسلام، وإلى جنبه خاتم الأنبياء وأمير المؤمنين والزهراء، فقال لي هذا نبي زمانكم سلم عليه، فسلمت عليه، هذا أمير المؤمنين وصيه، وهذه الزهراء سلمت عليها، وهذا الحسن. ثم قال ولدي وهب إذا شئت السعادة الأبدية، إذا ردت شرف الدنيا والآخرة، فعليك بنصرة هذا الغريب. منو؟ فقال هذا الحسين بن علي بن فاطمة الزهراء. وفعلا وهب التحق في ركب الحسين عليه السلام إلى أن صار يوم عاشوراء. أيها الأحبة، يقول استأذن من الحسين هنا يقول أمه تدعوه للقتال بين يدي الحسين، لكن زوجته لا، تقول له يا وهب ارحم غربتي، يا وهب ارحمني. يقول بعد لحظات يقول وإذا بتلك المرأة زوجته، يقول زوجته تصيح بصوت عالي يا وهب جاهد دون الطيبين، جاهد دون الطيبين عترة رسول الله. يقول رجع إلها وهب قالها الآن كنت تمنعينني عن الخروج، والآن تدعيني أنت بالخروج، تقولي لي جاهد بين يدي ابن بنت رسول الله، ما الذي جرى؟ ما الذي حدث؟ يقول فقالت له يا وهب لا تلومني. ليش ما ألومك يا وهب؟ لا تلومني، إن واعية الحسين كسرت قلبي. قال وما سمعت من الحسين عليه السلام؟ قالت له يا وهب، يا وهب لقد رأيت الحسين قابضا على شيبته وهو ينادي وقلة ناصر، ألا من معين يعينني، ألا من ناصر ينصرني. الله أكبر. والنعم من أصحاب أبي عبد الله، جاهد جهاد الأبطال وقاتل قتال الأبطال حتى صرع على رمضاء كربلاء، فجاء إليه الحسين ونعاه صلوات الله وسلامه عليه. بعد من أصحاب أبي عبد الله الحسين عليهم أفضل الصلاة والسلام هما الجابريان، اكو اثنين شباب أيها الأحبة، ذولا يقولون عمرهم واحد 13 وواحد 14 سنة أو أقل. يقول خرج الجابريان وتوجها نحو الحسين واستأذنا من الحسين في القتال، فأذن لهما الحسين، لكن الحسين رآهما يبكيان. قال ما الذي يبكيكما يا ولداي وأنا أرى بعد لحظات قريرة العين أنتم؟ قال يا أبا عبد الله ما على أنفسنا نبكي، بل نبكي لغربتك. والنعم من أصحاب أبي عبد الله، صار يبرز الواحد تلو الآخر إلى ساحة المعركة، وقفوا وقفة الرجل الأشم.
إلى أن سرعوا بأجمعهم على رمضاء كربلاء. ثم برزوا بعد أصحاب الحسين أهل بيت الحسين، وقضوا أيضا على واهجة الرمضاء، والحسين بقي وحيدا فريدا. صار الحسين ينادي وقلة ناصرا، ألا من معين يعينني، ألا من ناصر ينصرني، فلم يجبه أحد. آجركم الله. وإذا بالحسين نادى يا حبيب، يا زهير، يا مسلم، ويا عباس، بني علي، بني قاسم، يا أبطال الصفا، ويا ليوث الهيجا، ما لي أناديكم فلا تسمعون، وأناديكم فلا تجيبون. ألستم طلقتم حلائلكم؟ قوموا وانصروا سيدكم. يقول قامت الأجساد تضطرب على الأرض، لو أذن الله لها بالقيام لقامت. قضوا حق عليهم دون الخيام. الكل يريد يشاركها ليلة الأنصار، الله يرزقنا وياكم شفاعتهم. قضوا حق عليهم دون الخيام، قضوا حق عليهم دون الخيام. الله أكبر. هذا الرموح بفاده تثل، وهذا البهلن الشابرل، وهذا الخيل صدر رضرضل، وهذا وذاك بالهندي موذار. صار يناديهم بأسمائهم فلم يسمع جوابا إلا صوت زينب أخي حسين، لم تنادي؟ أتنادي أصحابك وهم صرا؟ سيدي حسين لقد قطعت فؤادي. وإذا بصوت زينب. شنو صاحت زينب؟ خويا أبو علي، تنادي أصحابك، تنادي يا خويا ولا لك يمين، أويلي، تنادي يا خويا ولا لك يمين، وقومك على الغبرة مطاعين. أنا مني أنا جيبي المرتضى منين، عن كربلاء بويا غبيت وين. شنو يا زينب؟ بويا بويا فزعة وفرد فزعة على حسين، وخذوا ثارهم ب71. زينب شو تقول؟ تقول هالكلمتين واسألك الدعاء. تقول زينب عادة المرأة المذكولة صاحبة المصاب تفقد واحد، تفقد اثنين، تفقد ثلاث، لكن انت زينب كم واحد فقدتي؟ قالت الناس تفقد واحد اثنين، وانا فقدت يا ناس 71. اي وانا فقدت يا ناس 71. لما رأى
السبط أصحاب الوفا قتلوا. إلهي وسيدي ومولاي إنا نسألك وندعوك ونتوسل إليك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. اللهم صل على محمد وآله. اللهم عجل لوليك الفرج يا الله. جعلنا من أنصار وشيعته وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيرا ورضاه يا الله. اللهم اقضي حاجة كل محتاج لا سيما من أوصانا بالدعاء يا الله. جماعتي الحاضرين المؤسسين احفظهم ومن يلوذ بهم من كل سوء وبلاء وتقبل منا ومنهم بأحسن القبول يا الله. لا تحرمنا من مجالس الحسين والبكاء على مصائب الحسين، وارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين يا الله. إلهي من على المرضى بالشفاء العاجل يا الله. احفظ وأيد حماة الدين سيما علماءنا العاملين الحاضرين في المجلس من طلبة العلم، وفقنا وإياهم لكل خير يا الله. اللهم دعاءنا الأخير إنا نسألك حسن العاقبة يا الله إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات من مات على الإيمان، أموات السامعين المؤسسين خدمة سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين، سيما إلى روح السيد القزويني وإلى روح السيد الإمام الخميني وجميع خدمة سيد الشهداء من هذه الحسينية الذين مضوا، رحم الله من ذكرهم وأهدى لهم الفاتحة مع الصلوات.